السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي وحبايبي وباشمهندسينا السنه دي ان شاء الله دفعه ثالثه ثانوي. النهارده جاي اتكلم معاك في اول درس رسمي في الهندسه الفراغيه. نتكلم على حاجه اسمها نظام الاحداثي المتعامد في ثلاثي الابعاد. ركز بقى في التاسيس اللي احنا خدناه، فهمتك يعني ايه ثنائي الابعاد وخدت التفاصيل الكتير اللي فيه، وضحت لك امورك كتير قوي تبقى ماشيه ازاي. لكن النهارده هتكلم معاك في ثلاثي الابعاد. بس قبل ما اتكلم معاك في ثلاثي الابعاد يا باشمهندس تعمل لك مقارنه ما بين ثنائي الابعاد وثلاثي الابعاد هنشتغل فيه ازاي. ثنائي الابعاد فيه عندك محورين اتنين، المحور السيني ومحور الصادي، يعني السين وصاد، يعني مستوى واحد بس اللي هو سين صاد. طيب الناس كلها عارفه كويس قوي ثنائي الابعاد. لو انا جيت كملته على استقامته بالمنظر ده كده، ده ثنائي الابعاد بالنسبه لك. ده محور السين الموجب، ده محور السين السالب او اسميه سين شرط. صاد الموجب، صاد السالب، صاد شرط. فدي حاجه اساسيه عندك لما كنت بتشتغل فيه. وعندك متقسم لاربع ارباع. يعني لو انا قلت لك النقطه الف هنا عباره عن 3 و5، فالنقطه المحترمه اللي قدام عينيك دي اللي اسمها 3 و5 تقع في المستوى السيني 3 وصاد بكام؟ ب5. لكن وضحنا امورك، تقع على محور السين يبقى الصاد بصفر، تقع على محور صاد السين بصفر، والكلام ده قلناه واحنا بنراجع معاك في التاسيس بتاع الهندسه بتاعنا ده، عشان ضروري جدا هنتكلم فيه. اما بقى لو جيت اتكلمت معاك في ثلاثي الابعاد، ركز كده، ده مجسم بالظبط، عامل زي الاوضه اللي احنا مصور فيها، لكن ده سطح سبوري سطح. فسطح السبوره نفسها عندك عباره عن مسطح ثنائي الابعاد س وصاد، س وصاد. لكن ثلاثي الابعاد زي المجسم، طول وعرض وارتفاع. هات علبه الكبريت هتلاقي فيه طول وعرض وارتفاع. اللي قدامك الشكل ده، شكل المكعب ده. شكل المكعب ده انا دايما هسمي المحور، دايما السنه دي هنسمي ده دايما س، واسمي ده دايما صاد، واسمي ده عين. فانت ممكن تسميها اي تسميات، لا بس خلي تسميات زي احنا مثبتينها كده، س وصاد وايه وعين. يبقى تاني احنا قلنا ثنائي الابعاد، احنا قلنا في المستوى عندك المحور السين ومحور الصاد ومحور عين. طبعا لو جيت كملت شويه كده يبقى عين شرطه السالبه، وكملت شويه كده س شرطه السالبه، وكملت شويه كده صاد شرطه السالبه. ده الثلاث محاور اللي انت بتتكلم فيهم. فايه رايك لو انا جيت سميت الشكل المكعب ده هنا الف وب وجيم ودال، وهنا رحت مسميه الف شرطه وب شرطه وجيم شرطه ودال شرطه. تعالى بقى كده انا اوضح لك كام امر مهم جدا. اول حاجه دال شرطه دي كده عندك هي نقطه الاصل. فنقطه الاصل عباره عن صفر وصفر وصفر، فالموضوع هنا منتهي عندك. خدها واحده واحده بقى يا باشمهندس وركز فيها كده عشان اوضح لك كل راس بتتكلم ازاي عندك. بمعنى لو انا اتكلمت معاك عن النقطه اللي اسمها الف دي، فنقطة ألف دي تقع في المستوى بتاع الصاد وبتاع العين. طب ما فيش س، فساعتها بتحط لي صفر وصاد وعين. ده كلام منتهي. حلو، يبقى أنا كلمتك على ألف قدام عينيك دي، الألف بتاعتنا دي. طب لو أنا كلمتك عن نقطة د دي، هو نقطة د دي موجودة بس على المحور عين، موجودة على المحور عين، فما فيش صاد وما فيش س، فساعتها تبقى عبارة عن كام؟ عبارة عن صفر وصفر والعين بتاعت الرقم بتاعك اللي هتكون موجود. فانت بتاخد كل نقطه بتشوف مكانها واقع فين بالظبط. انا هشرح لك بالتفصيل الممل الاول، واقعد اشرح لك واقعد امسك لك الدرس افرتكه لك حل. ده اللي احنا ان شاء الله ناويين نعمله مع بعض باذن الله. ادي كمان الالف والدال. طب لو انا رحت مكلمك عن النقطه اللي اسمها جيم، هتقول لي جيم يا مستر هي واخده المحور س واخده المحور عين، مفيش صاد، بس ساعتها صاد بصفر، بكتب له كام؟ بص، س وصفر والعين. ده زي الفل قوي 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 يا مستر كمان. حلو، خلصت كام نقطه. طب لو انا خدت النقطه اللي اسمها جيم شرطه دي، يا مستر ده موجود على محور س بس، فقيمه الس معاك والصاد والعين عندك بصفر، فاسمها ايه؟ س وصفر وصفر، ده الجيم. طب لو انا خدت ب شرطه، انا بس واحده واحده انا واخدك ازاي. الب شرطه بقى، الب شرطه ما بين المحور صاد والمحور س، يبقى العين بصفر، يبقى ساعتها اكتبها س والصاد، اما العين عندك بصفر. طب النقطه الف يا باشمهندس وقع على المحور صاد بس، فمين بصفر؟ السين بصفر والعين بصفر، يبقى انت عندك هنا صفر وصاد وصفر. انا خلصت كل النقط وخلصت دال وجيم وكل حاجه، ما فاضلكش غير نقطه واحده الوحيده اللي اسمها ب، دي الوحيده اللي تقع في الفراغ، هي النقطه الوحيده في اي رسم هندسي هيجي لك في مجسم بالمنظر ده. النقطه الوحيده تقع في الفراغ عندك هي اسمها مين؟ ب. حلو قوي.
فالنقطه ب دي يا باشمهندس موجوده في الفراغ بشكل عام فتاخد السين والصاد والعين والموضوع كده انتهى خلاص هنا. فالب هو الوحيد، النقطه الوحيده تاخد السين والصاد والعين. فعشان كده انا بقول لك خد بالك كويس قوي من الشكل نفسه الهندسي بتاعك ده عشان تعرف تتكلم فيه. فده مجسم، ده ثنائي الابعاد، ده ثلاثي الابعاد. لو انا كنت مكمل كده كنت لو في سوالب هاخد سوالب، لو مكمل كده كنت هاخد سوالب، لو مكمل كده هاخد سوالب بالنسبه للصاد. فده اول حاجه لازم تكون فاهمها وعارفها كويس قوي بالنسبه للتفرقه ما بين ثنائي الابعاد وثلاثي الابعاد. وادي ثلاثي الابعاد فهمناه وضحناه كويس قوي. تعالى برضو عند ثلاثي الابعاد دي في نفس الصفحه دي كده هفهمك كذا نقطه مهمه لازم تاخد بالك منها عشان يبقى دماغك راقد كده وفهمت هي بتعمل ايه وفاهمه انت هتكتب ايه دلوقتي وهيحصل ايه. بص يا باشمهندس، لو قلت لك مثلا بالعقل كده عاوز منك معادله محور س، عاوز معادله محور س، ركز في الكلام، عاوز معادله محور س. فمعادله محور س اللي هو المحور ده، فساعتها تروح تقول ان الصاد بصفر والعين بصفر. طب لو رحت قايل لك نفس الكلام ورحت قايل لك معادله محور عين، ما انا بقول لك تقع على محور عين، فمين اللي بصفر؟ يبقى دي الفكره. معادله محور س تقع على س، ما بين الصاد والعين. معادله محور عين نفسه هتروح قايل لي يا مستر بالظبط، هقول له الس بيساوي صفر والصاد بيساوي صفر. طب لما اقول لك معادله محور صاد هتروح تقول لي يا مستر حاضر عينيا الاثنين، هتروح تقول لي السين بيساوي صفر والعين بيساوي صفر. خلص الكلام. ادي جمله مهمه قوي لما تيجي تتكلم فيها. لو طلبت منك المعادله بتاعت محور السين تقول لي الصاد بكذا والعين بكذا، معادله محور الصاد تقول لي س بكذا والعين بكذا، حسب ما بيقول في السؤال وهيقابلك الكلام ده كمان شويه. ادي حته مهمه برضو قلت لك عليها. طب في نفس الصفحه دي برضو هتكلم معاك. لو قلت لك بعد النقطه، بص الجمله كويس قوي، اسمها ا وب وج عن المستوى س ص. انا عاوز بعدها على المستوى س ص، يعني البعد بين النقطه دي والمستوى س ص يبقى اللي بيوازي محور عين. اللي بيوازي محور عين تاخد القيمه بتاعت العين بس وقيمه موجبه. يعني ايه يا مستر؟ يعني تاخد لي عباره عن مقياس ج. ايه ده مقياس؟ هو في طول بالسالب؟ ايوه لازم تحط مقياس. فعلشان كده لما تيجي تشتغل في السؤال بتاعك لو قال لك بعد عن محور س خد مقياس ج. اما لو عكس مديك البعد عن محور س ص مثلا تاخد له مقياس عين، يعني تاخدها مره موجب ومره سالب. لو عاوز منك قيمه دلوقتي هوريها لك دلوقتي كمان شويه، بس صح معايا كده وانا بفهمك واحده واحده. طب لما اقول لك ادي واحده اهي ركز فيها. بعد، بص الجمله يا باشمهندسين. لو قلت لك بعد النقطه ا وب وج عن محور، لا مش عن محور لسه هيجي لها كمان شويه دي، عن المستوى س عين. س عين انا عاوز بعد نقطه فتاخد مقياس صاد. مقياس صاد اللي هو مقياس ب عندك بقى يا باشمهندس، مقياس ب اللي هو ب عندك ادي الجمله الثانيه يا باشمهندس يا محترم. طب تعالى نشوف الثالثه كده. لما اقول لك بعد النقطه، بص يا باشمهندس، ا وب وج عن المستوى صاد عين، تاخد لي مقياس الاول مقياس السين. ادي الجمله الثالثه. ففرق بين ثلاث حاجات. عرفت ازاي تحط نقط على الرسمه، عرفت ازاي كلمه بعد، عرفت ازاي يعني ايه معادله. معادله محور س صاد بصفر والعين بصفر، معادله محور صاد السين بصفر والعين بصفر، معادله محور عين السين بصفر والصاد بصفر. لكن كلمه بعد النقطه عن المستوى س صاد تقول لي تاخد مين؟ العين. عن المستوى س عين تاخد الصاد، عن المستوى صاد عين تاخد السين. عن مستوى، لكن خد بالك من اللي هقولها اللي جايه. بعد النقطه ا وب وج عن محور س. عن محور س. انا هرجع بس معاك ثانيه. نقطه وليكن ا وب وج ده اهي عن المحور س ده، فمعاك الصاد ومعاك العين، معاك الصاد ومعاك العين يبقى الاثنين معاك. بس ساعتها بتقول لي هو عباره عن الجذر التربيعي ب تربيع زائد ج تربيع وخلص الحوار هنا. يبقى لما تيجي تقول لك البعد النقطه دي كده عن محور س تقول له الجذر التربيعي، تاخد الب محور س بس، تاخد جذر ب تربيع وج تربيع. طب بعد النقطه
ألف وب وجيم عن محور صاد. أيوه الجاز تربيع، ما تاخدش الصاد تاخد السين والعين، يعني ألف تربيع زائد جيم تربيع. أي التانية الجملة التانية. الجملة التالتة بتقول لك إيه؟ بعد النقطة ألف وب وجيم عن محور عين. الجاز تربيع محور عين. محور عين تاخد مين ومين؟ تاخد ألف تربيع زائد ب تربيع. يبقى الكلام ده مهم جدا عشان تفهمه. يبقى انت خدت 3 حاجات، فهمت يعني ايه محاور اساسيات، فهمت يعني ايه معادله محور س، معادله المحور ص ومعادله المحور ع، فهمت يعني ايه بعد النقطه عن مستوى س ص عن المستوى س ص او ص ع او س ع، فهمت يعني ايه بعد النقطه عن محور س محور ص محور ع. صح كده وركز وخد بالك من كل كلمه واحفظ وانت قاعد مكانك، هتلاقي امورك سهله وبسيطه جدا 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 جدا. انا ظابط لك الدنيا وظابط لك امورك بحيث تطلع متمكن ان شاء الله من الحصه، ومتمكن ان شاء الله من الدرس بتاعك، ومتمكن من شغلك كله السنه دي. عامل لك حوارات كتيره قوي السنه دي بحيث ان شاء الله تطلع اخر السنه ان شاء الله مش محتاج حاجه. انا بقولها لك تاني وتالت وعاشر، السنه دي احسن كتير من السنين اللي فاتت كتير. ادي الجمله الاولانيه اللي احنا اتكلمنا فيها يا باشمهندسين، لازم تاخد بالك فيها ومركز فيها كلمه كلمه وخطوه خطوه. وتعالى نشوف هتكلم معاك في ايه بعد كده، وركز في اللي هقوله حالا ضروري جدا جدا جدا. يلا بينا خد بقى اسمع الحته اللي حلوه اللي جايه دي. احنا قلنا ايه؟ معادله مستوى يوازي س، معادله مستوى س، معادله مستوى ص، معادله مستوى ع قلناها. طب ايه رايك لو قلت لك معادله المستوى المار بالنقطة ألف وب وجيم ويوازي المستوى س ص؟ الله، يوازي س ص، ساعتها تقول له عينيا تاخد العين بتساوي ج. نفس القصة معادلة المستوى المار بنقطة ألف وب وجيم ويوازي المستوى يا باشمهندس س ع. اقول له عينيا، ساعتها تروح تقول له الصاد، تاخد الصاد بقى يساوي الب. والثالثه معادله المستوى س اليوازي المار بالنقطه المار بألف وب وجيم ويوازي المستوى س او صاد ع. ساعتها تقول له السين بتساوي ألف. 3 حاجات مهمين جدا، 3 حاجات في غاية الأهمية جدا. يوازي مستوى س ص تاخد العين، يوازي مستوى س ع تاخد الصاد، ويوازي مستوى ص ع تاخد السين. واضح وسهل جدا. لو عاوز معادلة مستوى بس يوازي المستوى أو ينطبق على المستوى، هي 3 حاجات مهمين جدا في نظام الإحساس المتعامل. تعالى اقول لك على نقطه مهمه كمان جدا. انا بشرح لك شرح تفصيلي، وبعد ما اخلص شرح تفصيلي هقعد امسك على كل حته هتكلم فيها تفصيليا وتفصيليا تفصيليا ومملا كمان، بحيث تقدر تخلص نفسك وتحل على الدرس كله كويس قوي. بص يا باشمهندس، حاجه اسمها البعد بقى بين نقطتين. مش ده مثلا انت كنت شرحه لنا في التاسيسي؟ انا كنت شرحه لك في التاسيسي، بس خد بالك من حاجه مهمه. في التأسيس انا كنت بالنقطتين س وصاد وس وصاد، لكن انت عندك نقطة اسمها ألف، اسمها مثلا س واحد وصاد واحد وعين واحد، وعندك ب اسمها س 2 وصاد 2 وعين 2. والثالث كان عاوز البعد بالنقطتين أ ب، وده هنتكلم فيه في أسئلة كتير وأفكار كتير. هو عبارة عن الجذر التربيعي، الفرق س تربيع س 2 ناقص س 1 تربيع زائد صاد 2 ناقص صاد 1 تربيع زائد عين 2 ناقص عين 1 تربيع. ده اسمه كده البعد بالنقطتين، فرق السينات تربيع زائد فرق صاد تربيع زائد فرق العينات تربيع، وهكذا. يعني لو رحت قايل لك ألف عبارة عن 3 و5 وسالب 2، وب سالب 1 و4 و3. عاوز منك أ ب، هقول له عينيا الاثنين، فاروح اقول له أ ب بيساوي الجذر تربيع فرق السينات تربيع، اقول له 3 زائد 1 أس 2 5 ناقص 4 أس 2 أول ناقص أول تربيع زائد سالب 2 ناقص 3 لكل أس 2. فلو جيت حسبت كل واحد طبعا أنت هتبقى أسرع من كده وأنت بتحل، ده ناقص ده واكتب على طول 3 و1 3 وغيرت شوية ده، يبقى 4 لما 4 16 زائد 5 ناقص 4 بواحد لما 4 بواحد، سالب 2 و3 سالب 5 لما 4 كام 25. فلو جيت حسبت الحسبة دي كلها أقول له الجذر تربيع 16 و25
هيبقى عندك 17 5 7 و2 2 وكام عندك 52. ادي الجذر بتاعك وسيبه على الوضع ده. احيانا بقى يجي يقول لك ايه؟ اثبت ان المثلث متساوي الساقين. حلو قوي. اثبت ان مساوي الساقين لما تجيب 3 اضلاع هتلاقي منهم بيساوي بعض، متساوي الاضلاع 3 اضلاع كلهم بيساوي بعض، مختلف الاضلاع 3 اضلاع مش بيساوي بعض. اثبت ان ده مربع هتعمل الابعاد بتاعتك. خلاص كده. وده انا اوضحه باستفاضه دلوقتي واحنا شغالين، قلت لك هحل لك على كل حاجه. فده البعد من نقطتين، نقطه ونقطه، يقول لك البعد بينهم. ركز يا ولا. طيب تعالى خد بقى اللي جايه كده وركز فيها كده. قبل ما نتكلم في دي كمان هقول لك حته مهمه كمان. في عندك حاجه اسمها منتصف قطعه مستقيم. طبعا انت عندك الالف وبرده قلناها في التاسيسي، الف س واحد وصاد واحد وعين واحد. ب اسمها س 2 وصاد 2 وعين 2. دي النقطة اللي اسمها ج في النص، فاسمها س وصاد وعين. فلما كنت بقول لك عاوز المنتصف كنت بحط عندك الس والصاد والعين بره، وبعمل ايه؟ بجمع السينات واقسم على 2، يعني س واحد زائد س 2 على 2 وصاد واحد زائد صاد 2 على 2 وعين واحد زائد عين 2 على 2. كده احنا قلنا مجموع السينات على 2 ومجموع الصاد على 2 ومجموع اللات على 2. موضوع سهل وواضح وبسيط. يقول لك مثال صغير كده عليه، يقول لك ايه؟ الف 3 وسالب 2 و5 ب 4 و1 و2. فالراجل عاوز منك منتصف الف ب. هو عاوز المنتصف. فرق بين الكلمتين منتصف ولا بعد؟ ركز في الكلام عشان تاخد وتدي في الكلام مع بعض. يعني لو جيت قلت منتصف اقول له الف ب منتصف الف ب، هقول له كام؟ 3 زائد 4 على 2 سالب 2 زائد الواحد على 2 5 زائد 2 على 2. حلو قوي الكلام ده. بعد ما وصلت للكلام ده احسب كده 3 و4 7 على 2 سيبه زي ما هو، سالب 2 زائد 1 سالب 1 على 2 زي ما هو، 5 و2 7 على 2 زي ما هي. ادي القصه بتاعتك البسيطه اللي انت تشتغل بيها. فرق بين المنتصف وفرق بين بعد، وفرق بين معادله مستوى س ومستوى س ص، الفرق بين بعد عن مستوى س والبعد عن مستوى س ص، فرق بين الكلام ده كله. قلنا الكلام ده كله، لو ناسي تعالى بقى افكرك اللي قلته كله عن طريق حل الاسئله اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي حالا. صلوا بقى على الحبيب كده وركزوا معانا في سؤال حته حته علشان تفهم احنا بنعمل ايه كويس قوي. النقطه الف 2 و3 و0 تقع بالعقل كده. مين اللي بصفر؟ العين، فتقع فين الحته بدون ارقام؟ السين وايه والصاد. تقع في الحته على المحور عين؟ اكيد لا. في المستوى صاد عين؟ اكيد لا. في المستوى س صاد؟ خلاص هي مستوى س صاد. ادي اول سؤال عبيط وما فيهوش اي مشكله خالص عندك. وتعالى شوف السؤال اللي وراه يقول لك ايه. السؤال اللي وراه النقطه 2 و0 و0 تقع نقطه. بالعقل كده مين اللي بصفر؟ الصاد والعين بصفر واديك السين بس، فمين اللي تقع؟ تقع على محور س. فين حته يا باشمهندس؟ على محور س اهي. ادي خلاص الجمله الثانيه. الجمله الثالثه بعد، ركز في الجمله، بعد النقطه اللي قدامك دي كده يا باشمهندس، بعد النقطه قدامك دي على مستوى س عين. تاخد مين يا باشمهندس؟ تاخد مقياس الصاد. الصاد عندك بكام؟ بسالب 3. ما ينفعش اكتب سالب 3، ناخدها موجب 3. ركز في الكلمه نفسها. بعد عن كذا، عن مين؟ عن س عين، فتاخد الصاد. طب سالبه تاخدها موجبه زي الفل. اللي وراه تعال نشوف. بعد النقطة أ وب وج عن محور ص، فتاخد السين والعين، تاخد تحت الجذر. يبقى الجذر تربيع أ تربيع زائد ج تربيع. فين حتة؟ أو الاختيار. أ تربيع زائد ج تربيع. اللي وراه طول العمود المرسوم من نقطة سالب 5 سالب 3 4 عن محور س. أنت بقى عاوز طول العمود عن محور س، بتاخد الصاد وتاخد العين، تحط الجذر تربيع. الصاد عندك بكام؟ 4 9. العين عندك بكام؟ 4 4 16. مجموعهم 25، جذرها كام؟ 5. خلص الكلام على هذا الوضع. كويس جدا. السؤال اللي وراه إذا كانت النقطة س وصاد وعين تقع في المستوى س عين، تقع في المستوى س عين، تقع في مستوى س عين، تاخد الصاد. يبقى أنت عندك بقى تاخد إيه؟ تقع في مستوى س عين، فصاد عندك هي اللي بصفر. إحنا قلنا بقى احفظوا بقى، تقع في المستوى س عين فتاخد صاد بصفر. وقع في س عين مفيش صاد، يبقى فهمت الصاد بصفر. حلو قوي ده مستوى لحد دلوقتي. مستوى الاحداثيات س صاد وصاد عين يتقاطعان في، بص السؤال ركز في الكلمه، س صاد وصاد عين يتقاطعان في حته، وركز في الكلام. المستوى مين بقى تاني عندك؟ س صاد وصاد عين. ايه الحرف المشترك عندك؟ صاد، فيتقاطعوا في حته في محور صاد. تخيل س صاد عامل كده وصاد عين عامل كده، فالخط المستقيم متقاطع فيه هو محور صاد. فعبيطه وسهله، فركز في الكلام زي الفل يا مستر. طيب عاوز حد يرد عليها لما اجاوب الاجابه بتاعتنا. يلا
مستويات الاحداثيات س ص وس ع وص ع تتقاطع معا في رد على بقى س ص وس ع وص ع، نقطة الأصل ولا محور س ولا محور ص ولا محور ع؟ ركز في المحور س ص وس ع وص ع، واحد كده واحد كده وواحد من جنب كده، يتقاطعوا فين كلهم في نقطة الأصل. دول 3 مستويات مختلفين فتقاطعوا في نقطة واحدة لنقطة الأصل، ما تقوليش في حرف متكرر هنا خالص المرة دي. ادي كمان السؤال رقم كام؟ رقم 8. سؤال رقم 9، المستقيمان س شرطة وعين عين شرطة، يعني محور س قصده ومحور عين الاثنين مع بعض بيعملوا مستوى واحد اسمه س ع. محور س ومحور عين لما يعملوا مع بعض يتقاطعوا فين حتة؟ في المحور ايه؟ في مستوى س ع. عاوز المعادلة بقى وقلت ايه؟ س ع، فالمعادلة ص بيساوي صفر. ويتقاطعوا في مستوى س ع فالمعادلة ص بيساوي صفر. هو عاوز المعادلة، خليك ناصح، عاوز معادلة يعني المستوى س ع تقول له ص بصفر. لذيذة خالص اهي وسهلة يا ولاد، لذيذة وسهلة بجد. الموضوع عندك سهل وبسيط، ما عندكش حاجة صعبة، فركز فيه بالله عليك يا شيخ. تعالى كده السؤال رقم 10، معادلة محور عين في الفراغ هي معادلة محور عين. محور عين يا معايا عين، مين اللي بصفر بقى؟ الصاد بصفر والعين بصفر. في دي حتة صاد بصفر والعين بصفر اهي ان شاء الله. معادلة محور عين صاد بصفر وس بصفر وصاد بصفر، اسف. س بصفر وصاد بصفر اهي، اول اختيار عندك يا باشمهندس. فالدنيا سهلة وبسيطة ما عندناش مشكلة خالص. تعال نشوف اللي ورا برضه هيتكلم معاك في ايه. ده السؤال اللي ورا هيقول لك ايه بقى؟ احداث نقطة منتصف القطعة د ه حيث د بكذا وه بكذا، يعني هو عاوز المنتصف، فبسمي النقطة المنتصف اللي اسميها س وصاد وعين. فانا عاوز المنتصف، احنا حافظين لسه قايل لك يعني ايه منتصف؟ مجموع السينات على 2 ومجموع السطح على 2، يعني هجمع كام؟ 2 زائد 6 على 2، 3 وسالب 1 على 2، 3 وسالب 4 على 2. حلو الكلام؟ يلا بينا. 6 8 على 2 فيها 4، 2 على 2 فيها 1، 3 ناقص 4 سالب 1 على كام؟ على 2. يبقى اجابتك 4 1 وسالب نص. 4 و1 وسالب نص، ادي اختيار عندك ده اختيار رقم دي. زي الفل جدا. السؤال رقم كام؟ رقم 11. تعال نشوف اللي وراه. تعال بقى نشوف اللي وراه، يلا بينا. أ وب وج منتصف د ه حيث د سالب 4 و0 و5 وه سالب 2 و4 وسالب 13. ركز في الجمله نفسها، هو مين؟ الالف والب وج. منتصف د ه د كذا وه بك، انت عاوز الف زائد ب زائد ج، فانت عاوز المنتصف اللي هو سماهم الف وب وج. ليه؟ لانك ايه؟ كلمه منتصف نفسها فبحطها بره، هي المنتصف الف وب وج بتساوي، واشتغل يلا بينا بقى. سالب 4 وسالب 2 على 2، وبعدين 0 زائد 4 على 2، وبعدين 5 وسالب 13 على كام؟ على 2. فيلا بينا كده نحسب واحده واحده. سالب 4 وسالب 2 عندك سالب 6 على 2 سالب 3. 0 و4 بكام؟ ب 4 على 2 فيها ال 2. 5 ناقص 13 فيها الكام؟ فيها السالب 7 على 2. 5 13 سالب 7 سالب 7 سالب 8 على 2 فيها كام؟ سالب 4. خلص الكلام. بس هو عاوز مين؟ هو عاوز الف زائد ب زائد ج. يلا سالب 3 زائد 2 وسالب 4. فلما اجي احسب الحسبه عندك احسب دي كده سالب 7 و2 يبقى في الاخر كام؟ سالب 5. انا عاوز مجموعها في الاخر يطلع في الاخر كام؟ سالب 5. وده السؤال رقم كام؟ رقم 12. رقم 13 بيقول لك ايه؟ اذا كانت نقطه منتصف ا ب، ركز في الكلمه، نقطه منتصف تقع على المستوى س ع، يبقى مين بصفر؟ يبقى صاد عندك هي اللي بصفر، يبقى صاد عندك بيساوي صفر. حلو قوي. فعاوز منك السؤال اذا وكانت ا بكذا وب، فان كانت بيساوي كام؟ يا ذكي، فلو اشتغلت عادي اصلا اجمع كده يا باشمهندس، هجيب منتصف سالب 3 زائد الواحد على 2 و12 زائد كاف زائد 3 كاف على 2 و5 وسالب 2 على 2، كل ده بيساوي السين. اما الصاد بصفر والعين. انا محتاج منك مين؟ محتاج منك الصاد دي ومحتاج منك الصاد دي يا باشمهندس يا قمر. تعال احسب كده، هقول له 12 اجمع كده 4 كاف على 2 بيساوي عندك صفر، اللي في النص بيساوي اللي في النص، فلو ضربت مقص عندك 12 زائد 4 كاف بيساوي صفر. طلع بره يعني 4 كاف بيساوي سالب 12، اقسم بقى كاف عندك بيساوي سالب 3. ايه الجمال ده؟ فانت لازم تكون فاهم السؤال ورابط الاحداث ببعضها. ايوه اقرا السؤال تاني. اذا كانت نقطه منتصف ا ب تقع في المستوى س ع، تقع في المستوى س ع. حلو، تقع في المستوى س ع، حلو قوي. يبقى الصاد بصفر. طب ما انا اروح اجيب المنتصف واحسبه واخد الصاد اللي في النص واروح مساوي بصفر. هو عاوز كده. فخليك ذكي واربط الجزئيات ببعضها اللي احنا خدناها دلوقتي.
حلو قوي الكلام. ايه اللي وراها يا باشمهندسين؟ اذا كان ا ب7 وسالب 1 و8 وب 11 و2 وسالب 4، عاوز طول بقى المره دي، طول مش منتصف. فالطول اللي هو ا ب اللي هو عباره عن الجذر التربيعي فرق السينات تربيعي زي فرق الاصابه تربيعي. يحسب 7 او 11 ناقص 7 لكل اس 2 زائد ده ناقص ده اس 2 2 وغير اشاره زائد الواحد اس 2. طب كمل سالب 4 ناقص 8 لكل اس 2. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ فزي الفل. وبعد ما عملت الكلام ده كله تعال احسب بقى ا ب يا باشمهندس الجذر التربيعي. 11 ناقص 7 بكم؟ ب 4 لما 4 16. 2 و1 بكم؟ ب 3 لما 4 بكم؟ ب 9. سالب 4 وسالب 8 اس 2 سالب 12 لما 4 بكم؟ سالب 12 16. 144 اسف 144. احسب يا باشمهندس 169 لما اخد جذرها كام؟ 13. ليه ده؟ ده الشغل سهل خالص وجميل ازاي؟ مفيهوش حاجه. فهتركز بس في اللي بيحصل هتلاقي الامور معاك سهله قوي. السؤال اللي وراه اقرا السؤال وركز فيه. النقطه 2 و0 وسالب 3 تقع في مستوى الاحداثيات الذي معادلته. ركز في الكلمه. تقع في مستوى الاحداثيات الذي معادلته. ركز في الكلمه. بص النقطه 2 0 سالب 3 معايا س ومعايا الصاد. مين بصفر؟ الصاد. فتاخد معادلته بقى تقول له ايه؟ الصاد بيساوي صفر اهي. انت فاهم الكلمه معناها ايه؟ تقع في نقطه 2 0 مين اللي بصفر؟ الصاد بصفر. عاوز مستوى احداثي الصاد بيساوي صفر على طول. فركز في الكلمه وبالله عليك يا شيخ انت اهو. تعالى بقى اللي وراه بيقول لك ايه؟ اذا كانت النقطه ركز بقى هيهزر شويه 2 ا وا زائد 3 و5 تقع في مستوى الاحداثيات س ع. قبل ما تكمل تقع في مستوى احداث س ع. فانت سامعك ايوه صاد بصفر. لما تكمل فين الصاد؟ ده. فتاخد ا زائد 3 وتساوي صفر. طلع بره يعني ا رسمي هيساوي سالب 3. ده زي الفل قوي. طب ممكن تكتب نقطه ثانيه بعد اذنك يعني؟ النقطه لما جبت الالف 2 سالب 6 سالب 3 صفر وبعدين 5. حلويات ده جدا يعني. ركز بقى كمل الجمله. انت وقفت لحد هنا بس. طب كمل كده. فان بعدها عن المستوى صاد ع. صاد ع تاخد السين بس. بعدها عن صاد ع فتاخد السين بس. تاخدها سالب 6 لا تبقى عيل قله. ما تاخدها كام؟ 6. صح كده وما تبقاش زيرو وانت قاعد. احنا قلنا البعد يبقى لازم رقم موجب. شوف السؤال قسمته ازاي وهزرت مع السؤال ازاي بسهوله وبساطه ازاي. يلا على اللي وراه. رقم 17 اذا كانت النقطه ا ناقص 2 و5 وa ناقص 4 تبعد عن صاد ع 5 وحدات طوليه. ركز في الكلمه نفسها. وتبعد عن س صاد 3 وحدات طوليه. فان خدها جزء جزء. تبعد عن صاد ع ب5 وحدات طوليه. صاد ع فتاخد السين. ففين السين عندك؟ هتاخد له ا ناقص 2. هتقول لي يا مستر بيساوي 5. هقول لك انت عيل قله. ما هو 5 وحدات دي قيمه موجبه. ما هو ممكن تبعد بالجزء الموجب او في الجزء السالب فتاخد ا ناقص 2 كمان بيساوي عندك كام؟ سالب 5. لازم تبقى ناصح وذكي. ما انا قلت لك دايما تبعد دي لازم رقم موجب. بس تبعه من الجزء الموجب ولا من الجزء السالب؟ فانا خدت مره الصاد السين سويتها ب5 مره س سويتها بسالب 5. ادي الجزء الاولاني. طب كمل. وتبعد عن س صاد 3 وحدات طوليه. س صاد تبعد عن س صاد تاخد ايه؟ العين. يعني اخد ا ناقص 4 واساويه مره ب3 واخد ا ناقص 4 مره بيساوي سالب 3. فخليك ناصح وذكي في التعامل. خليك ولا ناصح ولا. يلا حلو. طلع بره يعني ا نفسه هيساوي 7. طلع بره يعني ا نفسه هيساوي عندك سالب 5 زائد 2 سالب 5 و2 يديني في الاخر كام عندك؟ سالب 3. ادي معايا قيمتين. طب بص بقى الناحيه الثانيه. طلع بره يعني ا نفسه هيساوي 7. طلع بره يعني ا نفسه هيساوي عندك سالب 1. انا عاوز حاجه مشتركه بين الجزء اليمين والجزء الشمال. هنا ا بكام؟ ب7 وا ب7 فاخد القيمه ا بتساوي 7 بس. ده لما بتشغله بالراحه الدنيا تسلك. فخليك سالك مع نفسك يا ولا. يلا اللي وراه. رقم 18 اذا كانت 5 و6 وسالب 3 هي نقطه منتصف ا ب حيث ا بكذا وب بكذا. ايه ده؟ بيشتغل لك المره دي؟ يد لا ده هو مديك المنتصف نفسه. طب انا مديك ا فين ب؟ طب ما تروح مسميها انت س وصاد وعيني قمر. انت تعالى بقى المنتصف عندك احطه 5 و6 و3. ما انا علمتك بتساوي. يلا بينا بقى اخد الاول زائد الاول 3
زائد س على 2، والتاني يعني ص وسالب 1 على 2، والتالت ع زائد 5 على 2. ده كل واحده لوحدها خدتها. بعد ما خدت كل واحده لوحدها اقسم الصفحه لثلاث اجزاء. اخد 3 زائد س على 2 يساوي 5، واخد ص ناقص 1 على 2 يساوي 6، واخد ع زائد 5 على 2 بيساوي عندك كام؟ سالب 3. مش يلا ادي 3 زائد س هيساوي 10، يبقى س عندك بيساوي كام؟ 10 ناقص نفع كام؟ 7. والتاني يلا ص ناقص 1 هيساوي 12، وص عندك هيساوي 13. ضربت مقص وبتحل بقى لوحدك. الاخيره ع زائد 5 سالب 6، ضربت مقص اهو. طلع بره ع بيساوي كام؟ سالب 11. والله حلويات، 7 و13 وسالب 11. بالراحه وعلى مهلك، الموضوع سهل جدا مفيهوش مشاكل. يلا اللي وراه، صلوا على الحبيب. ركز في الجمله بقى. بعد النقطه تاني، بعد عاوز طول بقى. النقطه كذا، نقطه الاصل عندك صفر وصفر وصفر. حلو قوي. عاوز جذر. هتقولوا ايه؟ سالب 3 ناقص صفر تربيع، يعني سالب 3 اس 2. ما هو الصفر ملوش لازمه. 4 ناقص صفر يبقى 4 اس 2. 5 ناقص صفر يعني 65. لو جيت حسبت بقى يا باشمهندس 9 زائد 16 زائد 25 هيطلع جذر 50 اللي هو عباره عن 5 جذر 2. جميل جمال ملوش مثال. على هادي خالص كده، والموضوع سهل وبسيط، وده بالنسبه لك اول درس فراغي خلص، ما عندكش هيبقى مشكله ثاني خلاص. السؤال اللي وراه ا سالب 4 سالب 2 3 1 و2 وكاف، وكان طول ا دي جذر 77. هو يديك الطول، فانت تحل عادي. هات البعد عادي اللي هو ازاي؟ جذر تربيع فرق س تربيع زائد فرق ص تربيع زائد فرق ع تربيع، وساوي بالرقم اللي عندك. يلا بينا. جذر سالب 4. احسب بقى انت بقى، بقيت وضع عملاق بقى. سالب 4 وسالب 1 سالب 5 هربعه بالمره يعني 25. انا كنت واخدك الاول على هادي. بعد كده سالب 2 والسالب 2 سالب 4 غير اشاره، لما 4 16. اما الاخيره ما تستهبلش بقى. 3 ناقص كاف تقوليش 3 ناقص كاف، لا مفيش كده. حطها 3 ناقص كاف الكل اس 2، ده ناقص ده، واروح مساوي بجذر 77. ايوه صح. واحد يقول لي يا مستر ما انا اربع طرفيه عشان اشيل الجذور، العين دي قبل العين دي شيل الجذر واجمع 25 و16. 5 و1 41 زائد الجذر 3 ناقص كاف الكل اس 2 بيساوي 77. العب بقى لعب العيال الصغيره بقى. ارمي ده بره، يبقى 3 ناقص كاف الكل اس 2 بيساوي 77 ناقص 41. 7 ناقص 1 36. حلو. خد الجذر تربيع طرفين، 3 ناقص كاف مره ب 6 ومره 3 ناقص كاف مره بيساوي سالب 6. لازم تعمل ده. طلع ده بره ودخل جوه، يعني كاف رسمي سالب 3. طلع ده بره دخل ده جوه، يعني كاف رسمي 3 ناقص 6 فيها كام؟ 3 9. يعني كاف عندك قيمتين، يا سالب 3 يا 9. فين حته؟ رقم د. تعالى بقى نشوف السؤال اللي وراه. هيقول لك يا باشمهندس ركز في السؤال. جميع نقط الفراغ التي على الصورة س و5 وع تقع في المستوى الذي معادلته. ركز في الكلمة. جميع نقاط الفراغ في الصورة س و5 وع تقع في المستوى الذي معادلته. هتقول لي ص بيساوي 5 بس عشان القيمة الموجودة عندك. يلا بينا على السؤال اللي وراه. إذا كانت النقط أ 6 و0 و3 وب 7 و1 و7 وج 9 و3 و15 تقع على استقامة واحدة، فإن أ تقسم بنسبة كام إلى كام؟ بص يا باشمهندسين بقى، عشان السؤال ده مهم جدا، والفكرة دي هتقابلكم كذا مرة وهتقابلكم في الاستيكا. هي حتة من أولى ثانوي شوية وأنت عاوز التقسيم. فأنا جايب لك إن أ وب وج 3 نقط، بس هو مين اللي قسم أ؟ أنا كنت دايما بقول طالب أولى ثانوي بالذات في الحتة دي ركز فيها قوي. مين اللي قسم أ؟ حلو، قسم مين؟ ب وج. فأنا عاوزك تكتب ب هنا وتكتب ج هنا وتكتب الأسامي تحت أ، واختار لي السين او الصاد او العين. اختار حاجه منهم. اسمع مني اللي بقوله لك وبالطريقه دي عشان تبقى سالكه معاك وتبقى سهله وبسيطه، وهتقابلك تاني التقسيم دي. مين اللي قسم ا؟ حطها تحت. ب ج يبقى اكتب ب وج واكتب ا تحت. اختار سين او صاد او عين براحتك خالص. عاوز تختار السين انت حر، بس الب نفسها اهي. خد السين بقى 7، الجيم بتاعتك سين 9، اما الالف بتاعتك العين بتاعتها او السين بتاعتك كام؟ 6. وكان في نسبه كنت بنحطها هنا اسميها م 1 م 2. فكنا بنعمل حركه حلوه قوي افكرك بيها قوي. الحركه دي كنت بضرب مقص في الجزء ده. حلو. الست دي بكتبها بره، يعني اخد الرقم ده اكتبه بره. دي الطريقه بتاع التقسيم. هو دي القانون بتاع التقسيم. م 1 س 2 زائد م 2 س 1 على مجموعهم.
خلاص كده. فانا عملتها بالطريقه الشيك اللي انت شايفها قدامك دي. فهضرب مقص هتقول 9 م 1 زائد هضرب مقص 7 م 2 على مجموع التقسيم م 1 زائد م 2. المقام ده 1 ولو هضرب مقص فيه بقى اضرب مقص 6 م 1 زائد 6 م 2 بتساوي 9 م 1 زائد 7 م 2. ده كلام مفروغ منه منتهي وسهل جدا. تاني خطوه عندي سيادتك انك هتجمع م 1 في طرف وم 2 في طرف. شوف ازاي؟ ارمي دي هناك وديها الصغيره وديها للكبير وطلع دي مكانها. فيحصل كالاتي: 9 ناقص 6 هي 3 م 1 تساوي 6 ناقص 7 يبقى سالب 1 م 2. وتعالى بقى اشتغل. هتروح تقول اللي بيروح ما بيرجعش فاضي. يعني م 1 على م 2 هيساوي عندك سالب 1 على 3. خلص الكلام على هذا الوضع. م 1 على م 2 بيساوي سالب 1 على الكام على 3. السؤال بقى المهم جدا، الاشاره دي اللي قدامكم دي سالبه صح؟ فالتقسيم على طول من الخارج. طب هو قسم من الخارج نسبه كام الى كام؟ 1 على 3. الموضوع انتهى. شوف الطريقه الثانيه اللي قلت لك ازاي وهقولها لك تاني. اقرا انت عاوز نوع التقسيم صح او نسب التقسيم. مين اللي قسم الف؟ حط ال تحت. قسم مين ب وج؟ اكتب ب وج وخد يا السين يا الصاد يا العين. عاوزك انت بقى تاخد ورقه وقلم دلوقتي وتجرب على الصاد وتجرب على العين. هتلاقي نفس الكلام بالظبط هيطلع في الاخر سالب 1 على 3. الموضوع انتهى. تعالى نشوف السؤال اللي وراه هيقول لنا ايه. سؤال رقم 23. اذا كانت النقطه ك و3 وسالب 5 تقع على ابعاد متساويه من ابعاد متساويه من محورين س وصاد فان ك بيساوي كام؟ ركز بقى. يعني البعد بين محور س هيساوي البعد بين محور ص. بس انا علمتك حاجه قلتها لك، بعد عن محور س تاخد الصاد والعين. طب ازاي؟ الجذر تربيع. عن محور س 9 زائد 25. عن المحور ص، المحور ص عندك فين؟ محور ص تاخد مين؟ تاخد السين والعين. الجذر تربيعي كان عندك صاد بتاخد كاف تربيع زائد 25. حلو قوي ده. بتربع الطرفين، ربع شيل الجذور، فلما اجمع دول مع بعض 34 يساوي كاف تربيع زائد 25. ارمي ده بره تغيير اشاره. فالكاف تربيع واحسب بقى 34 ناقص 25 فيها كام؟ 9. فلما تاخد الجذر يعني الكاف بيساوي كام؟ موجب وسالب 3. شوف سهله ازاي؟ بس هي الفكره فين؟ انك تفهم السؤال، وده اللي احنا عاوزين نعمله. عاوزين نوصل لحته انك لازم السؤال معاك في دماغك ولازم تكون انت فاهم السؤال ازاي. لازم بتفهم السؤال، تفسر السؤال لنفسك عشان تعرف توضح وتعرف تحل. انت فاهم وحافظ وعارف بتعمل ايه كويس قوي، فاضل تفهم السؤال لو جالك في لف ولا حاجه. اقرا تاني السؤال كده. النقطه ك 3 سالب 5 تقع على ابعاد متساويه من محور ايه؟ من محور س ومحور ص. يعني البعد عن س بيساوي البعد عن محور ص. الموضوع انتهى. محور س بيساوي المحور ص. فانت اشتغلت بعد عن س الجذر تاخد الصاد والعين تحت الجذر، عن ص تاخد السين والعين تحت الجذر، وخلص السؤال وسويتهم بعض وربعت الطرفين وحليت مسالتي. فاهم السؤال؟ زي الفل. تعالى يا باشمهندس على السؤال اللي وراه. اقرا السؤال تاني كده. اذا كانت منتصف بقى، قال لك ايه؟ منتصف ا ب ينتمي لمحور س. وقع على محور س. يعني مين اللي بصفر يا باشمهندس؟ قلت لي ايوه صح، الصاد والعين بصفر. فقلب بكذا وب بكذا، فعندنا عاوز المقدار بتاعك. فانا من الاخر كده يقع على محور س، فعندك س وعندك صفر وعندك صفر. ما هو س والعين بتساوي حل بقى. ده المنتصف يقع على محور س. اجمع يلا. هجمع مين؟ 2 زائد 4 على 2 واجمع 12 زائد ك زائد م واقسم على 2 واجمع ك زائد 8 ناقص م واقسم على 2 واروح مساويها بقى. كده كده الاولاني مش محتاجه في حاجه، بس اخد الثاني. اخد 12 زائد ك زائد الميم على 2 دي واروح مساويها بصفر. وعاوز اقول لك معلومه، المقام ده ملوش اي 30 لازمه. ليه؟ لانك لو ضربت مصر فيطلع في الاخر ك زائد الميم وطلع 12 بار تبقى تساوي سالب 12. ادي معادله. نفس القصه هاخد الثانيه ك زائد 8 ناقص الميم بس على 2 برضه بيساوي صفر، وبرضه بنفس الفكره مش محتاجها في حاجه. فطلع دي بره، يعني ك ناقص الميم هيساوي عندك سالب 8. خد المعادله الاولانيه والمعادله الثانيه يساووا بعض، يعني ك زائد الميم هيساوي سالب 12 وكاف ناقص الميم عندك بيساوي كام؟ سالب 8. فاجمع لي الطرفين مع بعض. اجمع كاف وكاف 2 كاف، فالميم تروح مع الميم. اجمع عندك سالب 12 وسالب 8 عندك هيساوي عندك سالب 20، فقسمت كاف عندك بسالب 10. كلام زي الفل. خدها عوض هنا مكان الكاف، يعني سالب 10 زائد الميم هيساوي سالب 12. بص يا باشمهندس الكلام حلو ازاي؟ طلع ده بره بقى، يعني في الاخر سالب 12 زائد 10 سالب 12 زائد ال 10 هيطلع سالب 12 و10 هيطلع لك في الاخر كام؟ سالب 2. فالميم عندك بيساوي كام؟ سالب 2. فالكاف عندك بسالب 10 والميم عندك بيساوي كام؟ سالب 2. فانت القصه بتاعتك هو عاوز ايه بقى؟ بص يا سيدي بقى، عاوز منك كاف هي سالب 10
ناقص 3 في الميم اللي هي عندك كام؟ سالب 2. يعني سالب 10 زائد 6 هيساوي عندك كام؟ يساوي 4. ادي القصه بتاعتك. موضوع سهل وبسيط على فكره. ما تضغطش نفسك في حاجه صعبه. الموضوع ان شاء الله لو انت خدت كل حصه لوحدها كانك عندك امتحان ثانويه عام بكره، انا بقول لك وقفلت الدرس كويس قوي بتفاصيله كلها، بواجباته وبشغله وامتحاناته كلها، انت داخل الامتحان ضامن وتراجع اول باول. لازم تعمل دي. السؤال اللي وراه 3 وسالب 5 وواحد في الفراغ. ركز في الكلام بقى. فإن مجموع أبعادها عن مستويات الاحتساب 3. بص، احنا قلنا بعدها عن أبعادها مستويات الاحتساب عن س ص. ركز بقى، فتاخد لي عين بواحد. بعدها عن مستويات مش محاور عن س عين، فتاخد لي ص بكام؟ ب5، مفيش سالب. بعدها عن ص عين، فتاخد لي س، تاخد لي كام؟ 3. خلاص خلصت. انت عاوز مجموع بقى لو قعدت يعني اقول 1 زائد 5 زائد 3، فلو احسب 9. ايه الجمال ده؟ انت واحد فاهم، فالموضوع بقى سهل خالص زي الفل يا شباب. سؤال رقم 26. صورة النقطة سالب 2 3 4 بالانعكاس في محور عين. انعكاس في محور عين. طيب محور عين فتغير السين والصاد بس. عاوز صورة النقطة انعكاس في محور عين. طب الانعكاس في محور صاد تغير السين والعين. احسن بيقول انعكاس في محور عين، ده شغل اولى اعدادي بقى اصلا. فتحط العين زي ما هي الاربعه وتمسك دي تغيرها وتمسك دي تغيرها، يبقى 2 3 4. ما تبصش خطوات الا لما تحل. 2 3 4 2 3 4. اختيار عندك الرقم ده. ادي قصه بسيطه وسهله وواضحه. ايه اللي وراها؟ اذا كانت م 1 و2 3 ونون 4 و2 3 1 6 3، فإن احداثيات النقط من صفات أ ب وب ج وج أ على الترتيب، فإن محيط المثلث أ ب ج. طب صلوا على الحبيب. لو جيت رسمت المثلث أ ب ج، تعال عشان أوضح لك أكتر شوية. فألف عندك 1 و2 و3. الب عندك 4. لا آسف، أنت ما عندكش ألف، أنت ما عندكش ألف. حلو. أنت وب وج. وراح قايل لك إيه بقى الباشمهندس كمان؟ الباشمهندس المحترم راح قايل لي، قال لك ان النقطه اللي اسمها م دي مصاف ا ب م مديلك بكام؟ 1 و2 و3. ومدي لك نون كمان دي منتصف م ب ج بيجي بقى 4 2 3. ومدي لك الاخت الثانيه اهي كام عندك؟ 1 و6 و3. فلو قفلت المثلث زي ما انت شايف كده، خلاص عملت مثلث، بس خد بالك ده في النص وده في النص وده في النص. هو عايز منك محيط المثلث الكبير. بص هقول لك حاجه صغيره قوي وسهله قوي. اولا الف ه م ه بيساوي نص ب ج، وميم نون نص ا ج، ونون ه نص ا ب. والكلام ده انت خدته في ثالثه اعدادي. القطعه المستقيمه الواصله بين منصفي ضلعين في مثلث توازي ضلع يسار وتساوي نص طول. كلام منتهي. فمع ذلك ان لو جبت م ه وجبت طول م نون وجبت نون ه جمعتهم، يبقى انا جبت محيط المثلث الصغير. فانت عاوز محيط المثلث الكبير روح ضربه في 2. واضحه خالص اهي. خلاص كده. فهنعمل ايه؟ هنمسك واحده واحده. نمسك يا عم م ه، نشتغل بعد بقى الميم والهاء. احسب على طول 1 ناقص 1 بصفر اهو، زائد 2 ناقص 6 يساوي 4 لما 4 16. 3 ناقص بصفر. خلاص احسب يطلع في الاخر 4. ادي اول واحده م ه. ثاني هات لي م نون الجذر م ونون. 1 ناقص 4 سالب 3 4 9 زائد 2 ناقص 2 بصفر زائد 3 ناقص بصفر. لو جيت حسبت هيطلع في الاخر 3. هتجيب لي مين؟ ه نون. ه نون يا باشمهندس جذر تربيع. يلا بينا. 1 ناقص 4 سالب 9 زائد 6 ناقص 2 ب 4 16 زائد 3 ناقص بصفر. خلاص هيطلع في الاخر 5. فرسمي محيط المثلث م ن ه هجمع 3 و4 و5 في الاخر 12. فرسمي محيط المثلث ا ب ج ضعفه 2 في 12 هيساوي 24. وهو الراجل ده اللي عاوزه. ده شغلته بس، ده شغلته. عرفت الموضوع بسيط ازاي؟ طيب ايه اللي بعده؟ دور اول 2022. اذا كانت ا 2 وسالب 5 و7 وب 1 3 4 ونقطة ج تنتمي لمحور صادات. ركز في الكلمة.
فاذا كانت النقطه ج على بعدين مساويين من ا وب، فان ج يساوي كام؟ هي اولا ج تنتمي لمحور ص، فده معناه ان الس بصفر والعين بصفر. واضحه؟ نقطه ج اهي تنتمي لمحور ص، تنتمي لمحور ايه؟ الص. فده معناه ان الس بيساوي صفر والعين بيساوي صفر. ده زي الفل. طيب اقرا بقى السؤال تاني. ا وب، اذا كانت نقطه ج على بعدين مساويين من ا وب، ج بقى على بعدين مساويين من ا وب. حلو قوي. فج دي اللي هو عباره عن كام؟ بص صفر ومثلا يا عم ا او لام وصفر. ده ج على بعدين مساويين. طب يا مستر على بعدين مساويين هو عاوز النقطه نفسها. وطبعا هتقول لي زي مستر ما انت خلاص صفر وصفر. كلمه بقى على بعدين مساويين يعني ايه؟ المسافه بين ج والف بتساوي المسافه بين ب وج. يعني ايه؟ يعني انا هعمل الجذر بتساوي جذر، ايوه بعد متساوي، بعد كلمه بعد مش منتصف. فبحسب 2 ناقص صفر ب 2 مربع 4 زائد سالب 5 ناقص لام، يحط سالب 5 ناقص لام، سالب 5 ناقص لام كله تربيع. حلو قوي. و7 ناقص صفر لما تضرب 7 49. ادي اول واحده عملت ا مع الجيم، دي الجيم. طيب نفس الفكره هاخد ب وجيم نفس الكلام بعقل برضه. 1 ناقص صفر بايه؟ بواحد يبقى متربعه. 3 ناقص لام يعني نقول 3 ناقص لام الكل اس 2 اللي وراها 6 ناقص صفر 6 مربعه بكام؟ 36. ده كلام زي الفل قوي. ربع الطرفين وجمع. جمع 44 يعني 53 زائد سالب 5 ناقص لام الكل اس 2 وشلت الجذر، هشيل الجذر كمان 37 زائد 3 ناقص لام الكل اس 2. كلام زي الفل. بعد دي سيادتك يعني فك الاقواس، اتعامل عادي خالص شغل اعداديه زي ما انت دي. فك دي كده 5 على المربع الاول والمربع الثاني والاول في ثاني في 2. ركز في الكلام. سالب سالب موجب خلاص 10 لام. نفس القصه 37 زائد 9 زائد لام تربيع اهو ناقص 6 لام. كلام جميل وكلام معقول وما اقدرش اقول حاجه عنه. كمل تبسيط. الحلوه تروح مع الحلو زي الفل. جمع لي كده معلش 53 و25 53 و25 3 و5 8 5 و2 7 زائد 10 لام. نفس القصه هنا 9 و7 7 و9 16 6 و1 46 ناقص 6 لام. كلام فل. طلع دي بره ودخل دي جوه. ف 10 لام زائد 6 لام يبقى 16 لام. 6 ناقص 8 16 ناقص 8 6 وعندك كمان او العكس هيبقى سالب 8 ناقص 6 ماشي 8 ناقص 6 بكام؟ ب 2. احسب حساباتك بس صح. عندك يا سيدي هنا 46 كده ناقص 78 16 لام زي ما هي واحسب. هنا عندك سالب 8 ناقص 2 و30. اقسم اللام عندك بيساوي كام؟ سالب 2. قيمه اللام بقى اللي هي دي نقطه صفر سالب 2 وصفر. دور في الاختيارات موجوده في الاختيارات. طب انا حليتها ازاي؟ عشان فاهم وربطت احداث بعضها بدات احل. جمله ثانيه تقع ج تقع على محور ص، فانا عارف الس بصفر والايه والعين بصفر. حصل في جمله. 2 بعدين طول يعني جذر بين محورين بين ا وب. هاخد ا مع ج واخد ب مع ج. اشتغلت. واضحه وجميله وسهله يعني. تعال بقى نشوف السؤال رقم 29 بيقول لك ايه. دور تاني 22. اذا كانت ا وب وج 3 نقاط في الفراغ حيث ا ب 3 و4 و8 وب 1 و2 و7 وج 3 و0 و6. فايه؟ هو رابط علاقه بين ا ب وب ج. هو ا ب وب ج يعني انت تتكلم في بعد. تعال نروح نجيب ا ب. جذر ادي ا اهو والباقي احسب معايا كده 3 ناقص 1 بعد خلاص ب 2 مربع 4. احسب على طول 4 ناقص 2 ب 2 مربع 4 8 ناقص 7 فعل 1 مربع ب1 9 كذلك كام؟ 3. ادي اول واحده خلصت منها. وتعالى هات لي ب ج. البها وجي مع عينك كويس عليه. برضه حط جذر. احسب معايا كده 3 ناقص 1 ب 2 مربع 4 0 ناقص 2 بسالب 2 مربعه برضه 4 و6 ناقص 7 فيها سالب 1 مربع ب1. فلو جيت حسبت 9 برضه بكام؟ ب3. فايه ده؟ فانا اثبتت ان ا ب بيساوي ب ج. اختيار رقم ج. سهله خالص اهي. اللي وراه النقطة التي تقع على المحور ص وتبعد مسافة جذر 10 واحد طول عن نقطة 1 3 و4. ركز في الكلمة تقع على محور ايه يا باشمهندس؟ ص. يعني مين بصفر؟ يعني انت عندك لو س بصفر والصاد تسميها لام والعين بصفر. ما هو خليك ذكي. تقع على محور ص فالس والعين بصفر. فيلا بينا بقى. هات البعد بينهم كده
ازاي؟ اقول له الجذر، هو قال لك البعد بينه تبعد مسافه كام؟ جذر 10. 1 ناقص 0 بواحد. 2 ناقص لام، حط 2 ناقص لام الكل اس 2 زائد 3 ناقص 0 3 4 9. وكل الكلام ده هيساوي عندك جذر 10. كلام سهل خالص اهو. ربع الطرفين يلا، فيجمعهم دول 10 زائد 2 ناقص لام الكل اس 2 بيساوي برضه 10. كلامك جميل قوي. فيحصل ايه؟ ال 10 دي تروح مع ال 10 دي، فيحصل معاك كده 2 ناقص لام اس 2 بيساوي 0. واحد هيتغابى شويه يقول لك افك ليه؟ طب ما هي صفر، فانت لو خدت الجذر فاسمه 2 ناقص لام هيساوي كده كده 0، فارمي دي بره، فاللام رسمي هيساوي عندك 2. هو عاوز بقى النقطه، احنا قلنا كام بقى؟ 0 و2 و0 عشان تقع على محور الصادات اهي. ده يشتغل، ده يشتغل، وركز في الكلام وافهم السؤال هو عاوز ايه. فهمت السؤال حليت خلاص. السؤال رقم 31. إذا كانت النقطة أ 6 وسالب 2 و4 وب 2 و4 وسالب 8 وج سالب 2 و2 و4 هي ثلاث رؤوس متوازي أضلاع أ ب ج فين ده؟ تعالى بقى ارسمه. ده سؤال سهل جدا. أ 6 وسالب 2 و4، الب 2 و4 وسالب 8، الجيم سالب 2 و2 و4. أنت عاوز ده اللي ما أنتش عارفها، فأنا هسمي هنا أ خلاص، أ وب وج. د دي اسميها س وصاد وعين. تقعد تفكر شويتين يا مستر انا عاوز اجيب د دي، مفيش غير حل واحد احنا قلناه من شويه. ايه رايك لو انا وصلت أ بج ووصلت الاخ ب بدال؟ لاحظت حاجه اللي هو كل واحد فيهم ينص في كل من الاخر. يعني النقطه اللي اسمها مثلا ن دي منتصف كل من أ ج وب د، أ ج وب د. فلو جبت منصف أ ج هو منصف ب د، فاشتغل عادي الأ والج. هقول له كام عندك؟ 6 وسالب 2، 6 وسالب 2 على 2، وتقول له سالب 2 زائد 2 على 2، وتقول له 4 زائد 4 على 2. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نفس القصه هنا، هجمع برضه. هقول له 2 زائد س على 2 زائد س على 2 فاصله 4 زائد ص على 2 4 زائد ص على 2 فاصله سالب 8 زائد سالب 8 زائد العين على 2 واقفل القوس. سيادتك الاول بالاول والثاني بالثاني والثالث بالثالث، خلاص حفظت بقى. يلا بينا. يبقى انا فهمت في السؤال ايه؟ لو قال لك منصف، الحركه اللي عملتها هجيب منصف أ ج منصف ب د. يلا بينا يلا بينا. هاخد 2 زائد س ده اهي على 2 واساوي الاولاني اللي هو يعني كام؟ 6 ناقص 4 2 على 2، والثانيه 4 زائد ص على 2 واساوي الثاني اللي هو 0 يعني، والثالثه سالب 8 زائد العين على 2 واساوي عندك ب 4. يلا بينا يلا. اضرب مقص يبقى 2 زائد س 4 طلع بره يعني س بيساوي 2. نفس القصه 4 زائد ص هيساوي 0 يبقى ص عندك بيساوي كام؟ سالب 4. نفس القصه سالب 8 زائد العين بيساوي عندك 8 طلع بره يعني العين بيساوي عندك كام؟ 16. هو عاوز ايه؟ د بكام بقى؟ فالدال عندك 2 ايوه، وعندك سالب 4 ايوه، وعندك 16. 2 وسالب 4 16. فين حته اختيار رقم ج. ده السؤال رقم 31 سهل وبسيط. سؤال رقم 32 دور تاني 2021. إذا كان أ وب أ ب ج مثلث فيه د مصاب به ج، حيث وأ بكذا وب بكذا وج بكذا، فهمتوا أ د؟ تعالى بينا. لو رسمت المثلث عشان تفهم نفسك، ما أنت لازم تعمل كده أ ب ج. هو قال لك د مصاب به ج، ده هنا في النص، حيث أ بكام؟ 3 1 و5، الب بكام؟ 2 3 7، الجيم بكام؟ 0 3 1. حلو قوي. عاوز تقول أ د ده. طب ما الاول د في النص بتاع ب ج، فلازم اجيب د، فانت عارف. طب هتجيبه ازاي بسرعه؟ يلا بينا. د منتصف ب ج هجمع 2 زائد 0 على 2 زائد 0 على 2، وهجمع 3 زائد 3 على 2 3 زائد 3 على 2، واجمع 7 و1 على 2 7 زائد 1 على 2. فلو جيت حسبت عندك فالواحد فيها 6 على 2 فيها 6 على 2 فيها 3، 7 و1 كام؟ 8 على 2 فيها كام؟ 4. جبت نقطه اللي هي عندك كام؟ 1 3 4. انت بقى عاوز تجيب مين؟ أ د. هات أ د الجذر. يلا بينا. احسب بقى 3 ناقص 1 تربيع، 3 ناقص 1 تربيع. بعيد لك تاني زي بتفتكرها تاني اهو، وبعدين 1 ناقص 3 1 ناقص 3 اس 2، وبعدين 5 ناقص 4 يعني 5 ناقص 4 لكل اس 2. مش يلا جذر 3 ناقص 1 فيها الكام؟ 3 ناقص 1 فيها الاثنين مربع 4 4
5 ناقص 4 5 ناقص 4 في 1 بواحد 9 في الاخر سوا عندك كام؟ 3. موضوع بسيط يا شباب. زي ما انت شايف الدرس الاولاني الفراغيه بسيط وسهل، ما عندناش مشكله فيه خالص. تعالى برضو بص للاشكال دي كده وشوف ازاي تتعامل معاها. هو بقى زي ما علمتك في اول حصه خالص. قالت دي نقطه الفراغ اللي هي دي 5 8 4. هو عاوز منك النقطه ب. فين ب؟ اهي. طب انت بعقلك كده ب تقع في بين المحور ص والمحور ع، فمين بصفر؟ فالسي يبقى 0 8 و4. خلاص اهي. عاوز النقطه ج، بص على ج تقع على المحور ع، يبقى السين بصفر والعين بصفر، الصاد بصفر، يبقى 0 و0 و4 0 و0 و4 اهي. سهله خالص اهي، ما عملتش حاجه، بسلم ايدي خالص اهو. طيب شوف اللي وراه بيقول لك ايه. متوازي مستطيلات فيه ج شرطه 5 8 0 د 5 0 3. فين نقطه ج؟ بص تعالى على الرسم هنا 5 8 0 وده نفسها فين حته د اهي عباره عن 5 0 3. هقول لك حاجه، انا ممكن اجيب ج دي ازاي بقى؟ هتقول له 5 8 3 تاخد الارقام اللي هنا س وص كلها. شوف بقى عاوز منك ايه. نقطه ج انا جبتها لك 5 8 3 اهي. عاوز حجم متوازي المستطيلات. ايوه اقف هنا بقى شويه. حجم متوازي المستطيلات من الاخر عشان تجيبه طول في عرض في ارتفاع. فتاخد السين ضرب الصاد ضرب العين اللي هي دول 5 في 8 في 3. بجد والله بجد والله 5 في 8 في 3. السين بكام وصاد بكام وعين بكام؟ مطول في عرض في ارتفاع. فلما اجي احسب 160 في الاخر. 5 في 8 120. هنا دول كده 5 في 8 40 فيها بكام؟ ب 120. وهذا السؤال رقم 34. سؤال رقم او ثالثا عاوز معادله المستوى واو. بص بقى الجمله واو ب شرطه ج شرطه د شرطه. بص يا سيدي ارجع تاني. واو ب شرطه ج شرطه د شرطه. قصده على المستوى ده كده. ركز كده. اجيب لون تاني اهو. بالله عليك يا شيخ ده المستوى مين؟ مستوى س ص. يقع في المستوى س ص. الجزء اللي انا رسمته ده كده يقع في المستوى س ص. هو عاوز المعادله س ص تاخد العين. خلاص انت حفظت تاخد العين يساوي 0. فهمت الفكره ازاي؟ طب تعالى الثانيه بقى كده د شرطه د شرطه ج شرطه ج. عاوز معادله المستوى د شرطه ج شرطه ج د شرطه د شرطه د. بص لون تاني خالص اهو. لون تاني اهو د شرطه اهو. د شرطه ج شرطه اهو. مربع ده كده بيوازي مين؟ بيوازي المستوى صاد عين. فمين ياخد س بيساوي 0؟ تاخد س بيساوي 0 اهي. خليك ناصح يا ناصح. بس سهله وبسيطه والله ما فيهاش مشكله خالص. واعتقد كده كل اختيار اتقال خلاص يعني. مفيش حاجه ثانيه عندك في الاختيار. ده بيأكد بقى على الشغل بتاعك كمقالي. اكد بقى مقالي كحل خطوات كمان بتعملها ازاي. بص يا سيدي طبعا انت عارف نظام الامتحان 18 سؤال اختياري و2 مقالي. ده نظام الامتحان بتاعك. اقرا السؤال كده. اوجد احصائيات النقطه في كل الف في كل مما ياتي في كل حاجه الاتيه. اول واحده نقطه الف 1 ناقص ك و2 ك زائد 2 ك و3 زائد ك. تقع في المستوى س ص. تقع في المستوى ايه؟ س ص. يبقى مين بصفر؟ العين بصفر. يعني اخد 3 زائد ك يساوي 0. ارمي بره يعني ك نفسه 3. اكتب الف تاني بقى. 1 ناقص يعني 1 زائد 3 ب 4. 2 في 3 سالب 12. 2 في 3 سالب 6. وبعدين 3 يساوي 0. ما هو فعلا تقع في المستوى س ص يبقى العين بصفر. ادي اول سؤال. يلا بينا. السؤال اللي وراه ألف ن ناقص 1 ونون زائد 4 و5 تقع في المستوى ص ب5. ص ب5. خلاص خد ص تساوي ب5 يعني نون زائد 4 تساوي 5. ارمي بره يعني نون بيساوي عندك 1. اكتب ألف. احسب 1 ناقص 1 ب0 ودي 5. 5 في 1 بكام؟ ب5. بس هو عاوز كده. ماشي يا سيدي. اللي بعده ألف لام زائد 5 و2 لام ولام. تبعد 2 جذر 5 وواحد طالع عن محور س. ركز في الكلمة. تبعد 2 عن محور س. تبع عن محور س تاخد الصاد والعين جذر التربيع. صاد تربيع زائد العين تربيع يساوي 2 جذر 5. يا عم يلا صاد عندك بكام؟ ب2 لام مربعه 4 لام تربيع. والعين بلام تربيع يساوي 2 جذر 5. اجمع 5 لام تربيع بيساوي 2 جذر 5. فلو جيت خدت الجذر طرفين يعني لام جذر 5 يساوي 2 جذر 5.
فالقمر يروح مع القمر، يفضل لك النجوم والعسل. لام بيساوي 2. عاوز اكتب الف بقى، اكتب الف 7 و4 ولام ب2. خلص السؤال. ده السؤال رقم كام؟ رقم 3. افهم السؤال هو عاوز ايه. السؤال اللي وراه بيقول لك اثبت بقى، اثبت ان الف وب وج تقع على استقامه واحده. بص هشتغلها بالبعد وافكرك بيها بتشتغل بيها ازاي. انت هتروح تجيب الف ب وتجيب ب ج وتجيب الف ج، تجيب 3 حاجات. بس عاوز اوضح لك حاجه مهمه جدا. لازم مجموع اصغر 2 منهم بيساوي مجموع الكبير. خلاص كده خلصت. تعالى اقول لك ازاي. بص لو رحت جبت الف ب، ننجز بقى على طول. 8 ناقص 7 فعل واحد. 2 ناقص 1 بواحد لما 4 بواحد. 8 ناقص 4 ب4 4 16. يعني في الاخر جذر 18. احسبها لحد ده جذر 2. هتروح تجيب لي ب ج. 10 ناقص 8 فهي 2 لما 4 4. 4 ناقص 2 فهي 2 لما 4 4. 16 ناقص 8 فهي 8 لما 4 16. لو جيت حسبت الجذر 24. فلو جيت خدت الجذر 24 يبقى 2 جذر 6. 2 جذر 6. تاني احسب كده. ب ج 10 ناقص 8 ب 2 لما 4 4. 4 ناقص 2 ب 2 لما 4 4. 16 ناقص 8 لما 4 لما 4 64. هنا 64. اسفين يا شباب. احسب بقى كده. هنا عندك 68 72. لو انا خدت جذر 72 تقريبا 16 2 16 في 4 6 6 جذر 2. خلاص ها. تعالى بقى نروح هات الالف ج. جبت واحده واحده اهو. الف وج 10 ناقص 7 3 4 9. 4 ناقص 1 ب 3 لما 4 برضه 9. 16 ناقص 4 ب 12 لما 4 144. لو جيت جمعت كده 144 زائد 9 زائد 18. هنا 18 زائد 144. آلة حاسبة أحسن؟ نحسب آلة حاسبة سريعا كده. الجذر التربيعي 9 زائد 9 زائد 144 يساوي 9 جذر 2. في الآخر يعني 9 جذر 2. خلصنا. فأصغر واحد أكبر واحد ده والصغير ده. ده أكبر واحد وده الصغير وده الصغير. فأنا بجمع أ ب زائد ب ج 3 جذر 2 زائد 6 جذر 2 هيساوي في الآخر 9 جذر 2. اللي هو بالآخر بيساوي مين؟ بيساوي أ ج. يعني من الآخر أ ج بيساوي مجموع الاثنين أ ب زائد ب ج. انتهت. ادي القصة بتاعتك وسيادتك اللي أنت شايفه قدام عينيك أهو. فكويس جدا. السؤال اللي وراه نقط أ وب وج هي رؤوس اثبت انها رؤوس مثلث مساوي الضلع واوجد مساحته. العين دي قبل العين دي. هنروح نجيب ا ب كالعاده. جذر برضو 2 ناقص 1 بواحد لما 4 بواحد. 5 ناقص 2 ايوه بكام؟ ب 3 4 9. 3 ناقص 5 سالب 2 لما نضربه ب 4. اجمع جذر 14. ب ج نفس الفكره ونفس الشغل ونفس الكلام. سالب 1 ناقص 2 سالب 3 4 9. 3 ناقص 5 سالب 2 سالب 2 لما 4 4. 2 ناقص 3 سالب 1 لما نضربها بواحد. اجمع 14. هات لي أ ج كمان نفس الفكره. أ وج سالب 1 وسالب 1 سالب 2 لما 4 4. 3 ناقص 2 فعل 1 لما 4 بواحد. 2 ناقص 5 سالب 3 لما 4 9. لازم تحسب هيطلع معاك جذر 14. في الاخر اقول له أ ب بيساوي ب ج بيساوي أ ج. اذا المثلث متساوي الاضلاع. عاوز مساحته بقى. عندك طريقتين اتنين. مساحه نص في حاصل ضرب الضلعين تجيب الزاويه محصوره وزاويه 60 درجه. نص في جذر 14 في جذر 14 في جذر 60. يعني نص في 14 في جذر على 2. خلص الكلام على هذا الوضع. فاحسب في الاخر يطلع 7 جذرتها على كام؟ على 2. انتهى السؤال. ده المساحه بتاع السؤال نفسه. ده رسمي نظمي فهمي. طيب كلام كويس قوي. السؤال اللي وراه مثلث اثبت برضه المثلث الذي رؤوسه أ وب وج هي رؤوس مساوي الساقين. شغال بالبعد برضه نفس القصه. هنروح نجيب أ ب. يلا بينا. أ وب. 7 ناقص 5 بكام؟ ب 2 لما 4. 1 ناقص 3 بسالب 2 لما 4 برضه 4. 3 ناقص 4 سالب 1 لما 4 بواحد في الاخر هيساوي 3. هنجيب ب ج. الب والج. 3 ناقص 5 بسالب 2 لما 4. 5 ناقص 3 لما 4. 3 ناقص 4 فعل 1 لما 4 بواحد يساوي عندك 3. ما تكملش انت جبت خلاص اثبت. اذا أ ب بيساوي ب ج
بس عاوز ايه؟ اسم مساوي الساقين. خلاص اذا المثلث متساوي الساقين، ومش عاوز منك اي معلومه تاني تاثر فيه. خلص الكلام. تعالى اللي وراه. اذا كانت ج سالب 1 و4 و0 منتصف هي اللي في النص، منتصف ا ب حيث ب بكذا والف مش عارف، الف ده سميه س وصاد وعين. حط المنتصف، حط سالب 1 و4 و0. جمع 4 زائد س، 4 زائد س على 2 فاصلة سالب 2 زائد صاد على 2 فاصلة 1 زائد العين على 2. خلاص حفظنا يا شباب. يلا بقى هاخد 4 زائد س على 2 بيساوي سالب 1، واخد سالب 2 زائد الصاد على 2 بيساوي 4، واخد 1 زائد العين على 2 بيساوي 0. نحسب 4 زائد س بيساوي 2 يساوي سالب 2، يبقى س عندك سالب 6. هنا احسب سالب 2 زائد الصاد هيساوي 8، يعني الصاد عندك بيساوي 10. هنا 1 زائد العين كده كده هيساوي 0، يعني العين عندك بيساوي كام؟ سالب 1. فالنقطة اللي اسمها أ رسمي سالب 6 و10 وسالب 1 وخلص السؤال. وده السؤال المقال اللي وراه. اللي بعده، إذا كانت ج سالب 1 6 و5 منتصف أ ب، برضه أروح كاتبها بره أول حاجة سالب 1 و6 وسالب 5، حيث أ بكذا وب بكذا. عاوز منك ك زائد ج زائد ب. احسب معايا كده. هقول له ك ناقص 2 زائد 2 على 2 الأول مع الأول فاصلة سالب 1 زائد ن ناقص 7 على 2 فاصلة م زائد 3 وسالب 2 على 2. واقفل القوس على كده. عادي خالص اهو. يلا بينا. احط كاف واحسب مع كده، ده يروح مع ده على 2. واساوي الاولاني انجز بقى نفسك. الثاني احط ن سالب 1 وسالب 7 سالب 8 على 2 واساويه ب 6. الثاني خلصت. الثالثه م 3 ناقص 2 فيها الكام؟ 3 ناقص 2 فيها الواحد على 2 فيها الكام عندك؟ فيها الخمسه، فيها سالب 5. احسب معاه كده. يبقى هنا كاف رسمي سالب 2. هنا النون ناقص 8 بيساوي عندك 12، يعني النون عندك بيساوي 20. هنا م زائد الواحد عندك هيساوي سالب 10، فالميم نفسه بيساوي عندك سالب 11. فانا جبت مين؟ سالب 2 وال20 والسالب 11. خلص الكلام على كده. بس هو عايز منك مجموعهم بقى، سالب 2 زائد ال20 وسالب 11. هنا عندك 18 ناقص 11 فيها كام؟ لا اله الا الله، فيها 7. ادي القيمه بتاعتك يا باشمهندس. موضوع سهل وبسيط ازاي؟ ما عندكش مشكله خالص. نيجي لاخر سؤال على فكره بقى خلاص. أ عندك تنتمي لمحور س، ب تنتمي لمحور ص، ج تنتمي لمحور ع. وكانت نقطه 1 وسالب 1 0 نصف ا ب، ونقطه 0 وسالب 1 و2 نصف ب ج. اوجد احساس ا ج. صلى الله على الحبيب بقى. أ ينتمي لمحور س. كويس. يعني ايه أ ينتمي لمحور س؟ ركز كده. يعني أ كده لو انا سميتها يعني إيه مثلا إيه لام وصفر وصفر، وب ينتمي لمحور ص، يعني ب كده ينتمي لمحور ص، يعني الصفر السين واللام والب مثلا اسميه كاف واسميها صفر. ج تنتمي لمحور ج اهي. يلا بينا. يعني الصفر وصفر صفر والصفر ونون يا اخي. جبت ا وج. وكانت النقطه 1 سالب 1 0 منصف ا ب، يعني اخد ايه 1 وسالب 1 وصفر في النص بتاع ا ب. لام زائد صفر يبقى لام على 2 وكاف على 2 وصفر. والثانيه ونقطه 0 وسالب 1 و2 نصف ب ج، ب والج 0 وكاف على 2 ونون على 2. ده زي الفل قوي الكلام ده. تعالى بقى هو عايز منك احساس النقطه ا ج. تعالى اول نجيب اللام والكاف. بص يا سيدي، لام على 2 كده يساوي 1، فلام رسمي يساوي 2. كاف على 2 بيساوي سالب 1، فرسم الكاف بيساوي عندك كام؟ سالب 2. طب خلاص جبت لام والكاف. نفس القصه هنا اخد كاف على 2 بيساوي سالب 1، يعني الكاف بيساوي كام؟ سالب 2. نون على 2 هيساوي عندك 2، يعني نون عندك بيساوي كام؟ 4. بص بالله عليك يا شيخ، هنا اللام او دي ايه؟ الكاف دي الكاف اهي، وهنا الكاف اهي. بقى عندك بيساوي كام؟ سالب 2، والكاف عندك بسالب 2. فرسمي لو رحت جايب ا، ا عباره عن كام بقى؟ 2 و0 و0. لو حبيت اجيب دي 0 وسالب 2 وصفر. لو حبيت اجيب الجيم 0 و0 و4. هو الراجل عاوز ايه اخر حاجه؟ عاوز منتصف ا ج. ادي ا وادي الج. هقول له بقى منتصف ا ج واحسبها عليه. 2 زائد 0 على 2 يعني بواحد. 0 و0 يعني بصفر. 0 و4 على 2 فيها 2. يعني من الاخر 1 و0 و2. وانتهى السؤال على كده. ده السؤال رقم كام؟
رقم 49. والحصة الأولى هندسة فراغية خلصت خلاص، ما فيهاش حاجة تاني، مفيش أسهل من كده شغل فيه. انتهت الحصة بس فينيتو. هتسمع على الحصة الجاية واجبك على الحصة الجاية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عايزين حاجة تاني. يلا السلام عليكم يا شباب.